كنت تتحدث فإن سوف أؤكد أن جد الرئيس الأسد بأن لا تعطي فرنسا الاستقلال، وكان جزءا من الوفد لذلك، ولدينا وثيقة حول هذا الأمر. ليس لدي أي شيء أضيفه لأنك قمت بالإشارة إلى المؤلفين الفرنسيين، لكنني قد أنصحك بالتأمل ما تقول بأن ما قمت بالاقتباسه أمر مبالغ فيه. أيضا أفسح المجال لممثل تركيا الذي طلب الإذن بالتحدث. شكرا سيد الرئيس، سأحاول أن أختصر، ونحن لا ننوي أن نتحدث مرة ثانية، لكننا نشعر بالتزامنا وبضرورة قيامنا بذلك. لقد استمعت إلى زميلي ممثل الجمهورية السورية، وأعتقد أن كانت هنالك محاولة من أجل تمثيل محاولة خلط الحقائق فيما يتعلق بموقفنا بسوريا. وفي هذا الخصوص أن الأزمة في سوريا بالنسبة لنا هو تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وهذا في الحقيقة يحدث أمام أعيننا. وجول الجوار لسوريا لا تتقاسم فقط حدودا طويلة مع سوريا، بل علاقات وصلات قوية، ونحن نسعى من أجل استقرار ورفاهية والسلام سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها، وهو أمر مهم ومقدس بالنسبة لنا. ما هو المهم؟ إن من مصلحة تركيا بشكل كبير إنهاء الصراع وبشكل فوري. نحن نقف إلى جانب الشعب السوري الذين يجب أن يكونوا سادة مصائرهم. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا، وسأفسح المجال الآن إلى ممثل لبنان. أولا هذا السيد الرئيس، هذا الاجتماع مكرس مسألة النازحين السوريين وليس لإثارة الجدل السياسي، هذا بشكل عام. أما بشكل خاص فكما قلت الحكومة اللبنانية تلتزم بالنأي بالنفس في هذا الأمر ولا تريد أن تدخل في جدال مع أحد، ولكن بما أنه تم سوق أو ذكر بعض القضايا التي لابد من التعليق عليها. أولا تهريب السلاح في لبنان من قبل أطراف سياسيين وليس من قبل لبنان الرسمي. الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية تبذل كل الجهد الممكن لأجل منع تهريب السلاح من لبنان، لأن لبنان ببساطة لا يريد أن يتورط في الحدث السوري. والشيء بالشيء يذكر، يعني أذكر بالمطلب المزمن والتاريخي الذي طالما طالب به لبنان بترسيم الحدود وضبط الحدود بين لبنان وبين سوريا، والذي لم يتم الالتزام به أو لم يتم الأخذ به، بل تم رفضه بشكل كامل في أوقات ماضية. مسألة السفينة لطف الله، أذكر أيضا بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني هو من أوقف هذه السفينة ومن وضع يده على هذه القضية، وهي في القضاء اللبناني تتابع، وهناك موقوفون في هذا الأمر، وبالتالي لا شيء بتشوب عمل القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. 7 سفن أخرى تم الحديث عنها، هل هي سفن خيالية أو فعلية؟ قناعتي أنها سفن خيالية، وإلا كيف أنه ليس هناك من سمع بهذه السفن على الإطلاق. المسألة الأخيرة مسألة أنه نحن نشتكي من